وقام إعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بتاريخ 27 من يوليو عام 2025 بخرجة ميدانية على مستوى بلدية سوق إهراس رفقة مصالح الأمن الحضري الأول، أين تم مداهمة مستودع سري يستعمل في تقشير وتقطيع مادة البطاطا. هذا الأخير ينشط بطريقة غير شرعية مع العلم، فإن المستودع يفتقر لأدنى شروط النظافة، أين تم حجز كمية معتبرة من مادة البطاطا قدرت ب28 قنطارا، وبعد المعاينة الدقيقة لمصالح الفلاحة صحة نباتية التي أثبتت أنها صالحة للاستهلاك، قمنا بإعادة توجيهها إلى مركز الطفولة المسعفة، وباعتبار المعني بالأمر مخالف لإلزامية النظافة، وكذا ممارسة نشاط قارة دون القيد في السجل التجاري، كما تم استدعاء المخالف لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.